بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطريه بطريقه سهله قوي. وبجد القرص دي حلوه جدا، تنفع معانا للفطار والعشاء، وكمان تنفع معانا لللانش بوكس لاولادنا للمدرسه. حلوه جدا مع كوبايه شاي الصبح، سهله وخفيفه وسريعه. وشوفوا معايا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. معايا معلقة ونص كبيرة من الخميرة، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر، وهحط نص كوباية من المية الدافية. هقلبهم كده كويس جدا مع بعض، وبعدين اسيبهم تقريبا 5 دقايق كده لحد ما الخميرة تشتغل بس معايا. ولو انتم متأكدين ان الخميرة شغالة كويس تقدروا تشتغلوا بيها على طول. انا هسيبها كده بس لحد ما اجهز بقية المقادير بتاعتي، وهرجع اشتغل بيها على طول برضو. معايا هنا ده كيلو من الدقيق، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر، وكمان هحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من البيكنج باودر، واقلبهم كده تقليبة كده سريعة مع بعض. نبدأ بقى نجهز المادة الدهنية بتاعتنا اللي هنستخدمها. انا هحط نص كوباية من الزيت، وكمان هحط معاهم نص كوباية من السمنة البلدي. لو عايزين تستخدموا زيت بس يعني هتحطوا كوباية واحدة من الزيت، او تحطوا كوباية واحدة من السمنة، او كوباية من الزبدة، او تعملوا نص زيت ونص زبدة، او نص زيت ونص سمنة بلدي كده زي ما انا عملت. الميكس الزيت والزبدة بيخلوها هشة وطرية وطعم حلو جدا. فالافضل ان كنتوا تعملوها ميكس زبده وسمنه. ومش لازم تكون سمنه بلدي، يعني لو عندكم زبده او سمنه تكون ريحتها حلوه تقدروا تستخدموها مع القرص، بجد بتبقى حلوه جدا. هنقلبهم بس كده كويس جدا مع بعض لحد بس احنا مش هنبسهم ولا حاجه، يعني بس الدقيق يشرب من الماده الدهنيه، وهبدا انزل عليها بباقي المقادير بتاعتي. معايا هنا كوبايه ونص من اللبن الرايب. انا استخدمت ده لبن رايب على طول. لو مفيش لبن رايب جاهز عندكم تقدروا تجيبوا اللبن العادي، تحطوا عليه معلقه من الخل او عصره ليمون، هتلاقوه قطع معاكم على طول وبقى زي الرايب. عايزين تحطوا لبن على طول برضو لبن العادي. استخدم انا استخدمت كوبايه ونص. ممكن بقى مع اللبن العادي تحطوا مثلا معلقه من القشطه او معلقه زبادي، يعني اي حاجه كده تكون فيها دسم تدي طعم حلو جدا مع الوصفه دي. هنبدا بقى، وحطيت بقى طبعا الخميره. نزلت بيهم بالخميره اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض، وهبدا بقى اعجن فيهم مش اقل من 10 دقايق. طالما هعجن بايدي لازم نخدم العجينه كده كويس جدا. كل ما نعجن فيها كل ما هتدينا نتيجه حلوه. طبعا لو في العجان جاهز مش هتاخد معاكم اقل من 5 دقايق هكون جاهزه معاكم. بس طبعا بنعجن بايدينا فلازم نعجن فيها كويس جدا. زي ما قلت لكم مش اقل مثلا من 7 ل10 دقايق لحد ما توصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفينها هتكون طريه كده وما بتلزقش. هغطيها بقى، وانا مش هسيبها كمان تختمر، يعني انا هغطيها هسيبها بس ترتاح كده من العجن تقريبا 10 دقايق، وهنرجع نشتغل فيها على طول. بعد 10 دقايق ده كده كان شكلها. هنبدأ بقى نقطعها لكور صغيرة. طبعا احنا بنشكلها الحجم اللي احنا عايزينه. عايزين تعملوها صغيرة قرص وسط، عايزين تعملوها حجم كبير اللي يريحكم. انا بحس ان الحجم اللي هو الصغير ده بيكون حلو. هنقطع الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تقطيعها سهل جدا ولفها سهل جدا. بجد حلوة يا بنات، جربوها بجد والله هتعجبكم. احنا عارفين في الافران، شوفوا دلوقتي القرصة بقى سعرها كام. احنا من كيلو دقيق عملنا تقريبا اكتر من 25 او 26 قرصة من اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما قلت لكم انتوا الحجم بتقدروا تتحكموا انتوا فيه، عايزين تعملوا حجم صغير حجم كبير. لو عملتوها طبعا حجم صغير هتديكوا او الحجم اللي انتوا شايفين اللي انا عاملاه ده هتديكوا زي ما بقول لكم كده مش اقل مثلا من 26 قطعه. بعد ما قطعت بقى الكميه كلها وكورتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت الصاج بتاعي دهنته رشه صغيره من الزيت وحطيت عليه ورق زبده. لو انتم متاكدين ان الصاج بتاعكم مش هيلزق والصاج اللي هتستخدموه هيكون كويس معاكم، وطبعا مش شرط برضك يكون صاج، يعني لو في صينيه متوفره هتكون برضك حلوه معاكم. ونرص فيها كده هو العجين بتاعنا او القرص بتاعتنا. واهم حاجه نكون سايبين مسافه بين كل قرصه والتانيه، عشان طبعا احنا لسه هنسيبها تختمر شويه ما يلزقوش في بعض.
والفرد بتاعها سهل جدا. شايفين بايدينا او بصوابعنا او بكف ايدينا كده اهوت، لو ضغطنا عليها هتتفرد معاكم بكل سهوله. وما نفردهاش على دقيق يا بنات، لان لو فردناها على دقيق الدقيق هينشفها. احنا عايزينها طريه كده اهوت، ومش عايزين الدقيق يرجع تاني يشرب الزيت والزبده اللي احنا حاطينهم. فشايفين الفرد بتاعها سهل جدا والحجم بتاعها حلو. طبعا زي ما قلت لكم، عايزين تكبروها او تصغروها اكتر، اصغر من كده او اكبر من كده اللي يريحكم. انا حسيت ان الحجم ده كده حلو جدا ومناسب، نفس اللي احنا بنشتريها من الفرن بالظبط. انا مش قادره اقول لكم ريحه العجينه والله وهي بتتعمل كانت ريحتها حلوه جدا. يعني فعلا السمنه لما كل ما بتكون ريحتها حلوه بتدي ريحه حلوه جدا للعجينه. هنعمل الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده كده كان اول صاج، هنغطيه ونسيبه يرتاح لحد ما نخلص باقي الكميه كلها. وهوريكم دلوقتي كل الكميه اللي انا عملتها عملت معايا كميه قد ايه. ده كده كان الصاج الاولاني اللي عملناه، وهنا الصاج التاني، وعملت معايا صينيتين صغيرين كمان. وزي ما قلت لكم يا بنات، لو انتم متاكدين ان الصينيه بتاعتكم او الصاج ما بيلزقش، مش هتحتاجوا تستخدموا اي ماده دهنيه تاني ولا اي حاجه. إيه، هتحطوا العجين على طول في الصينيه وتفردوه بايديكم، هيتفرد معاكم بكل سهوله. هنبدا باول صاج. احنا عملناه مع بعض. شايفين انا سبته بقى، غطينا الكميه كلها وسبناها ترتاح تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه لحد كده ما اختمرت معايا وبدا حجمها كده يرتفع شويه. جهزت معايا نص كوبايه من اللبن وحطيت عليهم نص معلقه صغيره من النسكافيه، دوبتهم كده مع بعض وهدن بيها وش العجينه. لو مش عايزين تستخدموا لبن ونسكافيه، تقدروا بصفار بيضه ورشه صغيره من الفانيليا، وبعدين وتدهنوا بيها برضك وش العجين. هنخلص الكميه كلها برضو بنفس الشكل ده. ده كان اول صاج هدخله الفرن، وهسيب التانيين برضك يرتاحوا لحد ما ده يخلص ويطلع. وطبعا الفرن سخن عندنا على درجه حراره 180. هتقعد تقريبا مش اقل من 15 دقيقه في الفرن، وهتطلع معانا بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. والله يا بنات حلوه جدا، ريحه وطعم وشكل بجد لازم تجربوها، وجربوها وان شاء الله تعجبكم. انا بحب اعملها، ولو عايزين تضاعفوا الكميه تعملوها هتحطوها في اكياس وتعينوها في الفريزر وتطلعوها بعد كده على الاستخدام على طول. تسخنوها في الميكروويف او تسيبوها تفك، هتبقى حلوه جدا معاكم. بتبقى سهله وسريعه جدا في الفطار. انا بحب اعملها، بديها لاولادي بصراحه في اللانش بوكس الصبح بيحبوها. ممكن تحشوها جبنه او لبنه، اي حاجه هم بيحبوها. عايزين طبعا احنا الكبار بنحب ناكلها كده يعني مع كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن، بتبقى تحفه. بس انا لاولادي بصراحه بحشيها جبنه او لبنه ليهم وبياخدوها معاهم في اللانش بوكس. هوريكم دلوقتي لما افتحها من جوه ونحشيها هتبقى شكلها عامله ازاي. دي كده انا كنت خلصت نص الكميه والباقي كان لسه بيستوي. انا بس حبيت اوريها لكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. الباقي كان لسه بيستوي. هوريكم دلوقتي، هفتحها من جوه واوريكم شكلها وهي محشيه لو حبيتوا تحشوها. جربوها يا بنات وان شاء الله تعجبكم، ولو حد جربها يقول لي رايه فيها في الكومنتات. وكده خلاص اكون انا بقى وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.